اخواتي الاساطير عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه لازم تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في كل مكان ان ربنا ينصرهم. بنكمل حكايتنا لما جيسو خلصت على الجوبلين كلهم حرفيا، اللي كانت بتلمحه بتمرجحه وتشقه نصين. مش هي دي جيسو اللي احنا شفناها من شويه، دي شيطانه بهاله مختلفه تماما، شخص مرعب كل همه دلوقتي هو ازاي يخلص على الجوبلين بكل وحشيه. بتلويحه واحده من الخنجر بتقضي على 2 أو 3 منهم. واحد كان لسه عايش بس مش لوقت طويل، بترشق الخنجر في دماغه. وده يجيبنا للمشهد اللي وصل فيه سيهان ولقى جيسو بالحالة دي. بترمي الخنجر من ايديها وبتقع على الارض من شدة الارهاق. سيهان مستغرب ازاي كل ده حصل. هو صحيح العفاريت سهل هزيمتها بس مش للدرجة دي. بيسأل سيهان ايه اللي حصل عشان تبقى بالحالة دي. بتقوله انها بالصدفة قابلت لي جونج وفقدت اعصابها، وفجأة بدأت تقاتل العفاريت بشكل غريب، وبعدها لي جونج اغمى عليه. بتكمل وتقول انها كانت فاكرة ان العفاريت خوفته فاغمى عليه. بيقول لها لا، انت اللي خوفتيه يا عيني يا ابني. بيسألها اذا كانت تقدر تورينا فيزة الحالة بتاعتها، وهي بتوافق وتقوله تعمل ايه عشان تظهرها له. بيشرح لها تعمل ايه بالظبط، وبعدها بيشوف الحالة وبيتفاجئ من حاجة فيها، في مهارة أو سلطة من حاكم معين موجود في حالتها. وده غريب لأنهم لسه في المرحلة الأولى. بنعرف إن اسم المهارة هو الهيجان، واحدة من المهارات المفعلة تلقائيا ورتبتها نادرة جدا من فئة ال2S. المهارة دي كانت موجودة مع واحد من العوالم الفرعية، كان الراجل ده من أقوى فنانين الدفاع عن النفس في العالم كله. تأثير المهارة هو زرع الرعب في قلوب الأعداء، عشان كده الجوبلينز كانوا بيهربوا منها. بس المشكلة دلوقت ان المهارة دي فيها خطورة عالية، ولو اللاعب مقدرش يسيطر عليها هيتحول لوحش كاسر كل اللي شاغل تفكيره هو القتل والدم. جيسو مش ظاهر عليها انها اتأثرت بالجنون من المهارة، عشان كده لازم يراقب الوضع بحذر. بتسأله جيسو عن ايه طبيعة الشخصية اللي في نفسة الحالة، وبيفكر اذا كان يقول لها ولا يستنى عشان ما تخافش من نفسها. بيقرر انه يقول بعض الحاجات اللي مش هتضرها، وهو انها كل لما تشوف وتشم ريحة الدم كل لما تبقى اقوى. بتقول جيسو ان المهارة دي مقرفة بسبب شرط تفعيلها، وبالفعل للحظة بس بصت لدم الجوبلين وعينيها كانت هتتحول تاني. بيوقفها سهام بسرعة عشان المهارة دي ممكن تأذيها لو استخدمتها كتير، بس بيطمنها برضو ان المهارة دي قوية جدا وهتفيدها جدا جدا بما انهم في البداية كمان. بعدها بيقول في نفسه انه الدبوس كمان عامل شغل حلو معاها بما انه ساعدها على التعافي بشكل كامل. بيقف شوية كده وبعدين بيسأل جيسو اذا كانت عايزة تعمل عقد معاه وتنضم لفريقه. طبعا هي على نيتها كده، ما هيش فاهمة اي حاجة في اي حاجة، ما هي ما لعبتش العاب قبل كده يا صاحبي. بيقول لها باختصار انهم هيعملوا فريق سوا عشان يخلوا الصيد اسهل. بتفهم اخيرا بعد ما سيهان بيشرح لها نظام الفريق في الالعاب، وانهم هيساعدوا بعض ويشاركوا النقاط والمهمات وبتاع. بتوافق جيسو وبعدها بيطلع سيهان عنصر الفريق من المتجر عشان يشتريه. وبكده نقدر نقول ان سيهان هيبقى اقوى عن طريق مشاركة المهارات مع جيسو كمان. بمعنى اصح هيقدر ياخد مهارة الهيجان من جيسو. بيجي انذار لجيسو عن تشكيل العقد. بتسأله اذا كان ده مضر، بيقول لها تضغط موافق، وبالفعل بتعمل كده عشان هي واثقة فيه ثقة تامة. تم قبول العقد وتشكيل الفريق، ودلوقتي سيهان بيقرر يشارك المهارات. بيتفحص سيهان نافذة الحالة عن أي مستجدات، بس فجأة بيلاقي عيون كتير من المراقبين بتتحرك فوقه. طبعا سيهان زي ما قلنا مش بيحب حد يراقبه، عشان كده بيقول لجيسون انهم هيتحركوا تاني عشان يكملوا المهمة. بيصحي الواد الخنزير ده ويقول له نفس السؤال اللي قاله قبل ما يغمى عليه. بتديله العين الحمرا تاني عشان عيل مستفز والله يا صاحبي. بيقول لها سيهان تسيبها منه، وبيروح هو يقف قدامه وبيسأله هو عايز ايه بالظبط. لسه كان هيزعله عشان يشتمه، راح جيسو حاطه الخنجر قدام رقبته وبتثبته، وبتقول له جاوب على عمك سهان كويس يالا، والا هعمل من وش امك خريطة العالم. بيجيب ورا زي الخواجات وبيتأسف لهم ويقول ان هو هيرد كويس خلاص. بيسألوا سيهان هو هنا ليه مع ان باقي الناس بيتمشوا في مجموعات. بيرد عليه ويقول له عشان هو من الكشافة. بيشك سيهان فيه، اصل ازاي 2 بس من الكشافة؟ ده كأنهم بيقولوا للجوبلين يجوا يخلصوا عليهم وخلاص. بيسألوا عن مين اللي اداله المعلومات، او بمعنى اصح مين قائد المجموعة. بيفكر سيهان ويتساءل مين الشخص ده، بس فكرة انه يجمع الناس ويواجه العفاريت، اي واحد ممكن يقدر يجمع الناس عادي لو كانوا خايفين، وكمان يشجعهم بسهولة. بس لازم اللي يعرف يقودهم يبقى عنده مهارات ذكية.
بس انا مش ناوي انضم لحد، عشان كده خلينا اكمل لوحدي احسن. بينادي سيهان على لي جونج ويقول له يوديهم لمكان تجمع الناس دلوقت. بيشتموا لي جونج عشان بيكلموا بصيغة الامر كأنه اعلى منه ولا حاجة. في عفريت كان لسه هيلعب له في ودانه وهو مش واخد باله، بيمسك سيهان ايده بسرعة وكمان بيكسرها له بكل سهولة. الجوبلين يا عيني بيعيط، كان مفكر نفسه صياد طلع هو الفريسة. سيهان مش بيكتفي بكده، بيثبت العفريت بالأرض وبيستعد عشان يسدد له لكمة تانية. وبالفعل بيعمل من وش أمه مطبات حرفيا، والدم بيجي على لي جونج الغلبان اللي مصدوم من المشهد اللي قدامه. بيمسح سيهان ايده كده ويقول لي جونج ان العفاريت دي عندهم عادات حلوة قوي، دايما بيشوفوا مين اضعف واحد في الفريق ويهجموا عليه هو الاول. فهمني يا لي جونج ولا لا؟ لو مش عاجبك كلامي انا ممكن اسيبك هنا وامشي عشان ادور على المكان بنفسي، مفيش اي مشكلة عندي. بيقول سيهان انه في حياته اللي فاتت كان بيعتبر نفسه محظوظ عشان قدر يلاقي منطقة امنة. بيفوق من تفكيره لما ليجونج بيقول له انهم وصلوا للمكان خلاص. بيمسكه سيهان كده ويهدده ويقول له اذا كان بيكذب عليه فهو ما عندوش مشكلة انه يتعامل معاه معاملة العفاريت الجوبلين الحقيرة. بيخاف ليجونج ويقول له ان دي صالة الرياضة في الجامعة فعلا وهم مستخبيين هنا دلوقتي. وبالفعل يا صاحبي بتشوف واحد مغمى عليه وصاحبه بيحاول يفوقه، وواحد من الأساتذة بيعدل شخص عشان يقعد كويس، وإصابات وجرحى كتير يا صديقي بسبب هجوم العفاريت. بيعرف سيهان إن الناس دي كلها تم إصابتها من أول ظهور العفاريت قبل ظهور رسالة النظام. بيفكر ويقول إن الشخص اللي قدر يعمل كل ده شخص رائع جدا بسبب إنه قدر يكسب ثقة الناس ويخليهم يتعاونوا سوا. بينادي سيهان على لي جونج والواد تقريبا شوية وهيعملها على نفسه. بيسأله إذا كان رئيس الطلبة هو اللي قاله يروح يستكشف المكان بره. بيتفاجئ ليه جونج وبعدها بيقوله ان فعلا ده اللي حصل. بيرد سيهان ويقوله انه بقى متأكد دلوقت وده بسبب كمية عيون المراقبين اللي في المكان ده. رئيس الطلبة جيون مع مظهره الأنيق وذكائه العالي بالإضافة كمان إثبات جدارته بالقيادة، فالحكام مش هيفوتوا واحد زيه، عايزين يخلوه أفاتار أو شخصية ليهم. شخصية نادرة زي دي هتكون أفاتار مميز للحكام. وزي ما قلنا افاتار معناها الشخصية اللي الحاكم بيختارها عشان يلعب بيها. بيقول سيهان ان جيون مات في حياته السابقة على ايد واحد من الجوبلين، وهو دلوقتي بيكرر نفس اللي بيعمله، وده معناه انه ما تمش اختياره كافاتار في حياته السابقة. اكيد وصل له طلب من حاكم فيهم، وده طبعا راجع لكمية الحكام الضخمة الموجودة هنا اللي بيراقبوه. بس اكيد بذكائه العالي فهو بيفكر الاول قبل ما يختار اي حاكم فيهم. يمكن كمان فكر انهم عايزين يخدعوه عشان كده ما قبلش اي حد فيهم. بيلاحظ جيون الشباب جايين وبالأخص جيسو وبيسألها إذا كانت بخير. بيقف سهان قدامها كده ويقوله مش وقته دلوقتي نتعرف على بعض يا نجم. بيتفاجئ كده جيون وبيسأله عن اسمه وبيرد سهان وبيعرفه على نفسه. بيقوله سهان إنهم محتاجين يخرجوا من هنا بسرعة، وبيتسائل لجونج عن السبب. بيرد عليه سهان عشان هو خلص على الزعيم خلاص. بيقوله لو كنت متابع النظام فهتلاقي إشعار بإن الزعيم تم القضاء عليه، والجوبلين دلوقتي في حالة ارتباك بسبب فقدانهم لقائدهم. عشان كده انت لازم تستغل الفرصة وتهرب من الجامعة. واصلا لو لاحظت ان المهمة اسمها الهروب. سيهان مش عارف ياخد راحته في الكلام ويوضح اكتر، وده طبعا راجع لسبب كتر العيون المراقبين اللي بيراقبوه دلوقتي. بس بيطلب من جيون ان هو يفتح نافذة المهمة ويبص على الحد الزمني وهو هيفهم مع نفسه. بيقوله انه اكيد فاهم الوضع اللي هما فيه دلوقت. واحد متخلف بيحب يشوف الناس اللي بتعاني حول كوكب الأرض كله حولوا اللعبة عشان يتفرج عليه ويستمتع بيه. بيقوله جيون مين الشخص ده وليه عمل كده. بيقوله سيهان انه ما يعرفش، هو كان بيخمن بس مش اكتر عشان الطريق اللي ماشية بيها الامور هنا. بس في حاجة واحدة هو متأكد منها، واللي هي ان الوضع اللي هم فيه مش في صالحهم. بيفكر سيهان ويقول ان دي الفرصة الوحيدة اللي هيقدر يقنع فيها جيون بما انه مش افاتار، وبما انه خلص على زعيم الجوبلين فهو قدر يقلل عدد الاصابات بشكل كبير. وده طبعا هيخلي الحكام يحسوا بالملل، لانه كل لما اللاعبين حسوا انهم في راحة هتحاول الحكام زيادة الصعوبة لأقصى درجة في المهمة عشان يشوفهم بيعانوا. وبما انهم دلوقتي اكيد عارفين انه تم القضاء على الزعيم فمش فاضل كتير على زيادتهم لصعوبة المهمة. بيقول جيون ان فهم ان المهمة دلوقتي طالبة منهم الهروب، فعشان كده هو هيسمع كلامه. كان عايز يحاول يتصل بالناس اللي بره عشان حد يساعدهم، بس الانترنت وكل وسائل الاتصال معطلة. بيعجب طبعا سيهان من شخصيته وتفكيره
عشان الراجل ده بيفكر وعارف ازاي يحكم على الموقف، وبيتسائل ازاي واحد زيه بالذكاء ده اتوفى في حياته اللي فاتت على ايد جوبلin. مفيش اي ذكريات ولا احداث تقول ان المهمة كانت صعبة عليه لدرجة انه ما قدرش يقاوم. عشان كده كان بيفكر اذا كان رئيس الطلاب شخص جبان وخلى العفاريت يموتوه بدون ما يعمل اي حاجة ويقاومهم. بس طبعا لغى الفكرة دي على طول وشالها من دماغه بعد ما شافه. فجأة بيسمع واحد من وراه يقول لهم انه مش ناوي يروح في حتة، والافضل انهم يستنوا هنا لحد لما يجي حد ينقذه. بيقول له ان مفيش داعي يطلع بره ويخاطر بنفسه، وكمان بيقول له ما يثقش في سيهان ويضيع كل الناس اللي في رقبته دول. بيتعرف سيهان على الواد ده واللي اسمه بارك، وشكل فيه بينهم عداوة في حياته السابقة. شخص ماكر لأقصى درجة، بسببه دخل سيهان في مشاكل كتير لا تعد في حياته السابقة. بيقول جيون لبارك انهم مش عارفين يتصلوا بحد عشان يجي ينقذهم، ولو فضلوا هنا ممكن محدش يعبرهم كمان. بيحاول بارك يلعب على مشاعره، وده عن طريق حياة الناس اللي هيبقوا ذنبهم في رقبته لو حصل لهم حاجة وهم طالعين. وده اللي خلى جيون يغير فكرته تاني، بسبب انه مش عايز اي حد منهم يتأذى وهم تحت قيادته. بيقول سيهان انه شاكك في حاجة من بدري تقريبا كده، الواد ده هو المخادع الجديد. بيبص بارك على سيهان بسماجة كده ويقول له ازيك، انا نائب رئيس الطلبة. بيعرفه سيهان عن نفسه ويقول انه اتشرف بمقابلته فعلا، وبيفكر ويقول ان كويس انه قابله دلوقتي عشان ناوي يخرب له كل خطته. بيستفزه باركو ويقول على الخطة بتاعته عبيطة عشان بيحاول انه يخلي الناس دي كلها تطلع بره الجامعة، وبيبرر كلامه ان نص الناس اللي هنا مصابين، ولو اجهدهم ممكن اصابتهم تزيد. لسه بيسوق فيها الهبل ويقول على سيهان ويس انهم بالعافية قدروا يهربوا، واذا كانوا مفكرين عشان قدروا يخلصوا على واحد ولا اتنين من العفاريت يبقوا اشباح ومفيش من اللي خلفوهم اتنين، هيبقى مستحيل عليهم الهروب بالمجموعة دي وكمان بدون اسلحة. وبيطلب منهم تاني الانتظار لحد لما المساعدة تجيلهم. سيهان بيشد على ايده عشان متضايق من كلامه الغبي ده، ما هو مش عارف ياخد معاه تصرف غلط حتى لو كان عارف هو مين وايه نواياته الحقيقية. بنعرف بقى ان في مجموعة من المخادعين وظيفتهم هي زرع الفتنة ومشاهدة الدمار، وبعدها ياخدوا بعضهم ويهربوا لمجموعة جديدة ويعيد نفس القرار تاني لحد ما المجموعة تتدمر. لو سألت واحد منهم بيعمل كده ليه، بيرد ويقول ماليش دخل فيه، اللي يموت يموت وانا مالي. المخادعين وحوش في شكل بشر، كل اللي هاممهم هو خداع الناس واتمام مهمات الحاكم عشان ياخدوا عليها جوائز. بيبص سيهان على بارك بغل وغضب كده ويقول في نفسه ان الوغد ده بيعرف يتكلم كويس جدا، بس المرة دي مش هخليك تعمل اللي انت عايزه يا زنديق. جيسو باين حماقتها كلمة انهم خلصوا على واحد ولا اتنين بس دي، وبتقوله لو انت شايف نفسك قوي كده ما تيجي جولة حيلتها ونشوف هتعمل ايه، رواية يا ست الكل عشان ما يطقلكيش عرق ولا حاجة. بيقول لها انت عايزاني احاول اخلص على العفاريت ولا ايه؟ هل ده معناه انك قدرت تخلصي على عدد كبير منهم يعني؟ بتقوله جيسو انها عملت كده فعلا، وبتسأله اذا كان عايز يتعلم منها حاجة تفيده. بيتخرس باركو ومش عارف يرد. الله عليك يا بت جيسو. بتكمل جيسو وتقوله ان الوحوش دي سهلة وتبقى غبي لو كنت خايف منها. لو فضلت مستني هنا عشان الجيش ولا الشرطة يساعدوك يبقى انت مستني الموت مش اكتر. بيعلي صوته ويزعق لها ويقول لها وانت مفكرة الناس كلها عندها نفس الشجاعة زيك؟ مين اللي هيوافق يجي معاك ويتخلى عن حياته بالسهولة دي؟ بيقول له سيهان انه لو مش عايز يجي معاهم يقدر يقعد هنا، محدش قاله يجي يعني. بيتوتر بارك عشان خطته بدأت تبوظ. بيكمل سيهان ويقول له انه عارف ان في ناس هنا مش عايزة تيجي معاهم، بس هو مش ناوي يضرب حد على ايده ويقول لي يجي بالعافية. يعني من الاخر كل واحد عارف مصلحته، واللي بياكل على درسه بينفع نفسه. وبيفكر ويقول انه خلاص الوغد ده فاضله شوية وتنهار خطته. وبالفعل بيجز بارك على اسنانه عشان مش لاقي رد يقوله لسيهان بعد ما حشره في الزاوية. اصل خطة بارك اللعين هو القضاء على كل الناس اللي موجودين هنا في القاعة، وبعدها ياخد جايزة من الحاكم اللي بيشتغل تحت ايده، وعلى عكس سيهان اللي بيحاول ينقذ اكبر عدد عشان ياخد الجوائز لنفسه. لو بارك فضل هنا مع عدد قليل من الناس ممكن يموت معاهم بسبب الوحوش وما يقدرش يهرب. وبعدها بيكمل كلامه لبارك ويقول له جاوب بسرعة عشان مستعجلين، مش فاضيين لأمك احنا هنا. بيرد جون ويقول له انه ناوي يروح مع بطلنا سيهان، وبارك واقف زي الصنم مش عارف يرد. بعد ما اتبعك خانوك يا هتلر دلوقتي قررت انك تروح ورا القطيع زي الخرفان. بتتأكد شكوك سيهان بنسبة 100% خلاص، وان بارك فعلا قبل رعاية واحد من الحكام.
وتقريبا كده الحاكم ده من النوع السادي اللي بيستمتع برؤية الآخرين وهم بيعانوا. بيتكلم راجل عجوز مع واحد وبيسأله إذا كانوا هيبقوا بخير، أصل في مجموعة كبيرة من الوحوش بره. بيكون ده جيون وبيطمن الراجل العجوز ويقول له إنهم هيبقوا زي قلتهم عشان زعيمهم مات. واحد بيجي يعترض ويقول إنه مش عايز يخاطر بحياة الناس ويروح ورا واحد متهور زي جيون، وكمان بيهدده بإنه هيخصم له درجات. درجات إيه بس يا عم والعالم كله بيتدمر؟ انت عبيط ولا ايه؟ مش فاهم انا الراجل ده بيفكر في الدرجات ازاي والعالم دلوقتي اتحول للعبة حرفية. بيلم جيون الناس كلها وبيقول لهم يستعدوا وبينبه عليهم يمشوا وكل واحد يخلي باله من نفسه عشان محدش يتأذى. جيسو بتسأل سيهان اذا كان ناوي يخرج من هنا ومش ناوي انه يعمل اي حاجة تانية. بيقول لها انه طالما مفيش اي حاجة مميزة في المكان فهو خلاص هيمشي. بتسأله عن ايه الحاجة المميزة اللي بيقول عليها دي، وهو بيبص على عيون المراقبين عشان مش عارف يتكلم. بعدها بيبص على بارك وشكله ناويله على نية سودا صح، بس حظه انه مش هيقدر يعمل له اي حاجة قدام العدد الكبير ده من الناس. او الافضل هو انه يعجنه ضرب لحد لما يتوب على ايده ويخليه واحد من اتباعه او عبد ليه يعني. المجموعة بتتحرك فعلا بس في مجموعة من العفاريت بتحاوطهم. بيزعق جيون على المجموعة عشان تتحرك بسرعة وبيقول لهم ان العفاريت مش هتعمل لهم حاجة دلوقتي. سيهان بيقول ان الواد ده يعتمد عليه فعلا، واحد جدير بالقيادة والثقة، قائد حقيقي. بعد شوية بتوصل المجموعة اخيرا للبوابة وخلاص فاضل خطوات على خروجهم، وبالفعل بدأت الشباب في الاحتفال عشان قدروا يهربوا. بس فجأة بتيجي رسالة من النظام وسيهان بيبص عليها واللي بتكون ان خطورة المهمة زادت من ايه لدي، وكمان ظهر حارس للبوابة. يا نهار ابيض يا جدعان، زي ما قال سيهان بالظبط مفيش حد من الحكام ناوي يخلي اللاعبين ياخدوا راحتهم. واحد من العيال بيبص فوق وبيلاحظ حاجة غريبة، حاجة أغرب من الخيال بالنسبة له. تور ضخم جدا بطول مبنى، أو زي ما بنقول عليه في الألعاب ميناتور. ازاي ظهر ميناتور في المهمة الأولى؟ ده أول ظهور له كان في المهمة ال15 في الحياة الأولى. الزعماء المخفيين زي الوحش ده بيكون غالبا ما بيظهروا في المراحل المتقدمة، وفي بعض الحالات تقدر تهزمهم لو قدرت تجمع شوية من الناس عليهم. بس للأسف ده مش هينفع مع الميناتور دلوقتي، أصله المفروض إن ده وحش من النظام أو الفئة إيه، مش مناسب أبدا لمرحلة زي الفئة دي دلوقتي. شكل كده الحكام مش راضيين عن اللي بيحصل وعايزين يخلصوا عليهم كلهم. بيعيد سيهان تفكيره تاني وبيقول بما ان دي المهمة الاولى فاكيد الوحش ده محطوط عليه قيود تخليه ضعيف. وبالفعل بنشوف قوته مختومة لحد الرتبة سي وقدراته مش معدية قدرات الرتبة الاف، بمعنى اصح محدود باحصائيات المهمة المسموحة واللي هي 100 نقطة. بارك ابن الجزمة كان لسه هيصرخ ويقول اهربوا كلكم بدل ما نموت. جيسو لحقته بسرعة وضربته على وشه عشان يخرس بدل ما يصحي الوحش، وبعدها بتهدده ان لو اتكلم او فتح بقه تاني هيبقى اول واحد توديه زيارة لابو لهب. سيهان كان عرفها قدرات الميناتور واللي هو قدرته العالية على الاستشعار والتتبع، يعني لو كانوا هربوا كان تم القضاء عليهم بكل سهولة. بس طبعا في اغبياء كتير، ناس بتجري وتصوت وهم دول الناس اللي بيخربوا كل حاجة دايما. بيصحى الميناتور وبيطلق صرخة قوية جدا واللي خلت كل اللي كانوا في المنطقة يصابوا بالذعر من قوتها. بيفهم سيهان ان الصرخة دي مهارة الميناتور وكان فيها تأثير الخوف واللي بتخلي الشخص يثبت في مكانه ومش قادر يتحرك. بيقول انه كده حلو قوي، دلوقتي مفيش حد هيعرف يهرب. تفتكر كده؟ لا والله، بيبقى في شخص متخلف بيستفز الميناتور عن طريق انه بيهرب. راح نازل الميناتور على دماغ امه فلقها له. ما هو من الاول قال لكم محدش يهرب، ليه لازم تعمل فيها الواد الفزلوك يعني؟ وادي واحد كمان مفكر انه هيقدر يهرب من الميناتور، راح حصل اخوه. يلا يكش تولعوا سوا كلكم مع ابو لهب تحت. بيطلق الميناتور صرخة تانية في المنطقة عشان تخلي الكل يثبت في مكانه، وجيون بيندم عشان مفكر ان الناس دي كلها سمعت كلامه وجم وراه ودلوقتي بيموتوا ذنبهم في رقبته. بيتسائل ليه المهمة صعوبتها ارتفعت فجأة، الوحيد في الهروب اتبخر قدامهم بمجرد ظهوره. محتار ومش عارف يعمل ايه، هل يحاول انه يجري ولا يقف يستنى موته؟ سيهان بيقول لجيون انه لازم حد يبقى الطعم مكان الوحش وهو ناوي بنفسه يعمل كده. بيقول له جيون انه مش لازم يعمل كده عشانه، بس بيطمنه سيهان ويقول له ان مفيش حد غيره هنا يقدر يعمل الشغل ده. وبيقول له كمان لو تحب تكون انت الطعم او تختار حد فاتفضل. بيستغرب جيون من سيهان جدا لان في الوضع اللي هم فيه ده لسه برضه بيتصرف بهدوء.
جيسو كانت لسه مثبتة الواد بارك وبتنادي على سيهان عشان تيجي معاه، بيشاور لها عشان تخليها مكانها وما تجيش وراه. وبعدها بتفهم جيسو ان سيهان عنده خطة ناوي ينفذها، عشان كده مش بتروح وراه. بيبص سيهان على الارض وبيلاحظ قماشة حمرا، فبينزل ياخدها وشكله كده ناوي يلعب احيه مع الميناتور. بارك ابن الجزمة بيشتم سيهان وجيسو عشان منعوه من اللي كانوا بيعملوه او اللي كان عايز يعمله يعني، وبكده هو مش هيقدر ياخد جوائز على مهمة القضاء على اللاعبين. جيون بيبقى زعلان عشان سيهان بيضحي بنفسه عشانهم، وبينحني له ويقول له انه اسف جدا وهيسيب الامر في ايده. بيتصرف سيهان بأناقة كده ويقول له عادي مفيش حاجة، المهم بس لما اديكوا الاشارة تجروا كلكم ناحية البوابة. وبسرعة بينطلق سيهان على التندة عشان ينط من فوقها، وبكل خفة بيسند على الحيطة عشان يعدل نفسه وبيقف في مكان عالي. بيبص على الميناتور وبيشتم فيه، وكمان بيلوح له بالقماشة الحمراء عشان يضايقه. وبالفعل بدأ الميناتور بالاندفاع على سيهان عشان يخلص عليه. بيبص سيهان على المجموعة ويقول لهم يجروا بسرعة ناحية البوابة، وجيون ما كدبش خبر، وبعدها أمر كل المجموعة بالتوجه للبوابة والهرب. بسبب إصراره وإلقائه للأوامر حصل جيون على مهارة اسمها نداء الأوامر. نرجع تاني بقى عند سيهان واللي لسه بيلعب أحيه مع الطور. مش عارف ليه بس حاسه مستمتع هو بيلعب والله يا صاحبي. الطور بيهجم وسيهان بكل رشاقة بيقدر يراوغ. جيون هو كمان مصدوم من اللي بيشوفه، اصله شايف سيهان وهو بيلعب حبسك على الزعيم. بيجي واحد من الجماعة ينادي على الزعيم عشان يخليه يهرب هو كمان، وبكده يتم رسميا انهاء المهمة بالنسبة للجماعة، وتم تصنيفهم برتبة ذهبية ودلوقتي هياخدوا المكافأة. بياخد جيون نفسه بعد الارهاق اللي عمله، وبيبص للناس ويطمن عليهم اذا كان حد مصاب او غايب عنهم. كان عايز يشوف سيهان عمل ايه، بس في حاجز ازرق بيفصله عن مكان المهمة الاولى ومش سامح له بالدخول. بيزعق جيون على سيهان ويقول له انهم اتموا المهمة، وبيطلب منه ان يجري هو كمان ناحية البوابة عشان يتمها معاهم. كان لسه بيقول له حاضر جاي اهو، راح التور مديله بالبوكس في دماغه عشان يلحسه البلاط حرفيا. وشكل كده الضربة كانت قوية اوي يا صاحبي، عشان تقريبا كده عظم جسمه كله اتكسر. ومش بس كده، الميناتور بيكمل ضرب فيه وبيطيره في الهواء ناحية الحيطة، ومن أثر الاصطدام في الجدار خسر سيهان رقم كبير جدا من شريط الصحة عنده. تقريبا الطور حالف انه يخلص عليه القديم والجديد، وهو هيلعب معاه أحيي زي ما كان بيتلعب معاه. هل هي دي النهاية ولا ايه؟ هل خلاص كده نهاية سيهان قربت؟ بيبكي جيون عشان بيحس ان هو السبب في اللي حصل لسيهان، وبيتأسف لجيسو هي كمان. والمشهد بالنسبة لجيسو بيبقى أكتر صدمة، لأنها بتشوف الحاجز وهو بيتقفل بالتدريج. بس طبعا احنا عارفين ان الخبيث صاحبنا لسه عايش. بيقول انه عاش حياته اللي فاتت هائم وحيد، ما كانش متوقع حاجة من حد، بس انه يلاقي شكر من جيون وكمان جيسو تقلق عليه. الحياة دي مش هتبقى سيئة زي اللي فات. بيحصل انفجار وسط الركام اللي كان سيهان واقع فيها، وبيقوم ينفض التراب اللي عليه ويحرك عضلاته عشان يعمل من الطور ده احلى شاورما لحمه. بيقول انه كان فيه لاعبين كتير اقوى منه واكثر موهبة منه، كان عايش عشان ينجو وخلاص. عشان كده كان لازم يموت مشاعره ويبقى عنيف وعديم الرحمة، وبرضه نهايته كانت سيئة حتى بعد ما عمل كده. بس بما انه رجع في الزمن، فهو دلوقتي هيختار الخيار اللي هيخليه يعيش كبني ادم، مش مجرد حيوان كانت غريزته هو انه يعيش وبس. بيستعد كده وبيقف قدام الطور وبيقول بما انه مفيش حد بيراقبه وكمان مجموعة الطلاب مش هنا، فهو ناوي يسفلت بوش الطور ده في الارض. خلونا اللحظة كده نشوف إحصائيات سيهان، والحاجة الوحيدة عنده الكويسة هو إنه عنده قدرة التحمل 100%. بعد ما بيشتم الطور وبيقول له لو راجل تعالى حاربني، الطور واقف مستغرب، الراجل ده لسه عايش ازاي؟ ده انا لسه مسويه بالارض حالا وعامل منه ستيكر على الحيطة. بيقول له سوهان انت متفاجئ ليه؟ انت مفكر انك ضربتني بجد؟ ده انا كنت بمثل عليك يا راجل. بنعرف بقى ان ابن الغدارة كان اشترى 94 نقطة تحمل عشان يقدر يصد الضربة وما يموتش. وكمان سيهان على الرغم من انه بيستفز في الطور، الا انه مش هيقدر يزود احصائياته بسبب حدود المهمة. الحارس اللي بيتم وضعه في طريق اللاعبين وبالاخص العاديين منهم مش هيقدر حد انه يهزمه. في حياته اللي فاتت كان دايما بيهرب منهم عشان يتجنب القتال معاهم، حتى لو هيضطر انه يعمل اي حاجة حرفيا، حتى لو كانت ضد مبادئه في انه يضحي بالبشر عادي، وده لمجرد بس انه يقدر يهرب منه كان هيعملها بدون تردد. بس المرة دي هو مش ناوي يضحي بأي حد، بالعكس
هيحاول ينقذ أكبر عدد من الناس يقدر عليه. بعد الاندفاع بين الثور وسيهان على بعض، بيمسك سيهان بقرون الثور بسهولة، وده طبعا بعد ما اشترى 83 قوة من المتجر، وبكده يكون وصل لحدود المهمة هو كمان. دلوقتي حصل ما بينهم توازن، الثور عنده 100 قوة وسيهان عنده 100 قوة. بيستفز بالثور ويقول له هات اخرك يلا، ده انت حتة ثور مفطوم على شوية برسيم، انت هتخيب ولا ايه؟ طبعا عشان صاحبنا غدار بيعمل تفعيل للمعدات وبيلبس حزام الجوبلin، وطبعا احنا عارفين ان هو هيزيد في قوته 10 نقاط كمان، عشان كده بتبقى 110. بيمسك بعدها بقرون الثور وبيرفعها لفوق وبيقول له هو ده اخرك بقى. بيقفش في قرونه جامد وبيضغط عليها بقوة ويقول له يابا انا كنت خاربها في الوراق وانت كنت لسه بتقول ماء، عشان بعدها يكسر القرنين بتوع الثور ولا كأنهم لعب بلاستيك في ايده. بيدخل الثور في حالة هيجان بسبب احساسه بالألم بعد فقدانه لقرونه. بيقول سيهان ان عمره ما كان يفكر انه يعمل حاجة زي دي في حياته اللي فاتت، كان مجرد لاعب منفرد، كان ضعيف يدوب واقف على الخط اللي بيفصل بين اللاعبين والناس العادية. بينط في الجو ويضرب الثور بالرجل في دماغه ويقول انه مش هيعيش نفس العيشة المذلة دي تاني. مش هقول ان عايز ابقى بطل، بس على الاقل تكون عندي القوة عشان اعمل اللي انا عايزه في الحياة دي. وانت يا اسطى بقى مش ناوي تعمل اللي انا عايزه؟ ما تعمل لي يا اسطى لايك كده ولا حتى سبسكرايب، ما تبقاش بخيل يا اسطى، وانت نازل بالمره قول لي كومنت كده تشجعني فيه، اي حاجه كده حلوه من قلبك. ما طولش عليكم، نرجع يلا للقصه. بتنتهي المهمه بعد ما سيهان قضى على الثور وعمل منه كفته حرفيا. بياخد مكافأة من تصنيف البلاتينيوم، والمكافأة هتوصل له قريب بعد ما بيحسبها النظام. تقريبا كده مش بيكون عاجبه البلاتينيوم عشان بيقول انه ساعد الناس وكمان بقى طعم، وبعدها خلص على الميناتور وفي الاخر يحصل على بلاتينيوم بس، مع انها رتبة مرتفعة بس مش عاجباه. يا اسطى احنا لما كنا بنخلص 10 اجيام الرانكد ونطلع بعدها جولد كنا بنبوس ايدينا شعر ودقن، عيل خنزير يا جدعان والله. بيطلع من الحاجز وهو بيفكر في المكافأة هتكون ايه، ونقاط ولا معدات ولا مهارة ولا ايه بالظبط. بيقف فجأة لما بيلاحظ حد في الطريق، وطبعا بتطلع دي جيسو يا جدعان، اصيله والله يا ام العيال. بتقوله انها ما كانتش قلقانه ولا حاجه، وهي عارفه ان هو لسه بخير، عشان كده فضلت مستنياه. ولما فتحت الحاله بالصدفه شفت ان في الفريق ان انت لسه عايش، فخلاص كده اطمنت. لا بصراحه ذكيه وجميله الاتنين يا ابن المحظوظه. بتفكر وتقول انه بما انه كان دايما بيحاول يستخبى فهو ما كانش بيظهر قدراته قدام الطور. بيتفاجئ سيهان منها جدا وبتسأله جيسو عن التصنيف اللي جاله. بيقول لها ان هو حصل على بلاتينيوم وبيسألها هو عن تصنيفها. بتقوله انها حصلت على ذهبي، وبيطمنها طبعا ان الذهبي حلو برضه مش وحش. اللي مش عارف طبعا التصنيفات هي من تحت برونز وسيلفر او فضي، وبعدها جولد وبعدين بلاتينيوم، وطبعا بعدها بيجي الماسي او الدايموند. لسه معرفش الصراحة بس دي تصنيفات لول يعني. بتيجي اخيرا رسالة النظام بالمكافأة، وبتقول ان هو حقق انجاز بتضحيته بنفسه عشان ينقذ الناس وانهائه للزعيم المخفي، وكمان القضاء على الحارس. طب ازاي ضحى بنفسه وهو لسه عايش؟ النظام مشكوك في امره يا جدعان. حصل على عنصر الاوركاليوم وكمان مهارة الوقت الحاسم من نوع النمو و1000 نقطة كمان، مهارتين من افضل المهارات، واللي هي من نوع اللي بيزيد مستواها كل لما المستخدم يعلي مستواه. يمكن ده عشان هو الشخص الوحيد حاليا اللي قدر يخلص على حارس. مش عارف ليه بس بيكون مش عاجبه برضه المهارات شوية، اصله كان متوقع حاجة حلوة زي اللي كانت مع جيسو من الرتبة اس. وعرفنا من الكاتب ان مهارة جيسو اسمها جسد القاتل السماوي مش الهيجان. جيسو بتقطع افكاره وتسأله اذا كان انتهى من حساب مكافآته، ولو كان شاف كمان رسالة المهمة التانية. بتكون المهمة هي الذهاب لبرج عالم روما، صعوبة المهمة هي سي، والوقت المتبقي لتنفيذها هو 14 يوم، نفس المهمة اللي جاتله في حياته اللي فاتت. وبيسأل بعدها سيهان إذا كان الكل راح للمهمة بالفعل. بتجاوب جيسو إنهم مشوا على طول، وبيسألها ليه ما راحتش معاهم. بتقوله إنها مش عايزة تروح معاهم عشان مش بتحب التجمعات، وكمان مش حابة تكون مع الواد الخبيث اللي اسمه بارك ده. بيقول لها سيهان ليه بتقول عنه خبيث؟ بتقوله عشان هي مش حاسة منه غير بهالة شريرة وبس. بيفهم سيهان ان جيسو قدرت تحلل شخصية بارك وقد ايه هي شخصية موهوبة فعلا، حتى بدون مهارة القاتل السماوي لو ما كانتش ماتت في حياته السابقة في الاول كان زمانها بقت من اشهر اللاعبين في العالم. بتقوله جيسو اذا كان هيروحوا دلوقتي للمهمة، بيقول لها ان قدامهم لسه اسبوعين وهم مش مستعجلين.
بيبص فوق عشان يدور على اي مراقبين هنا ولا هناك، وبعدها بيسأل جيسو اذا كانت اختارت حاكم يدعمها. طبعا بترد وتقول له لا، انها ما اختارتش. بيسألها ليه ما اختارتش حد، ليه لو جالها طلب من حاكم فاكيد هتبقى اقوى بمساعدته. بتقول له جيسو انها مش حابة تكون دمية تحت ايد حد، وكمان انها شاكة في كلمة تجسيد الحاكم دي، حاسة انها كلمة مريبة مش مستريحة لها يعني. طبعا بيتفاجئ سيهان منها وبيقول لها ان شخصيتها اتغيرت فعلا. بيتسائل سيهان إذا كان ده بسبب مهارة القاتل السماوي، أو يمكن ده التأثير الجانبي والجنون من المهارة. شيطان الدم ما قدرش إنه يسيطر على المهارة ويخلص نفسه من الجنون، فأتمنى إن جيسو ما تقعش في جنون المهارة. بتقول جيسو فجأة إن كل ده بدون فايدة خلاص. بيسألها سيهان عن عدد الطلبات اللي تم إرسالها من قبل الحكام، مش كتير يعني 12 حاكم بس. بيقول سيهان ان موهبتها لوحدها كفاية تخليهم يتلهفوا عليها زي الكلاب، ما بالك بقى كمان عندها المهارة اللي عندها دي. يا جيسو، بما انك دلوقتي في فريقي، وكمان بما ان الامر وصل لكده، فانا متأكد ان هخليك قوية زي تجسيد الحاكم. لا، ده انا هخليك اقوى حتى من المتجسدين نفسه. اول مهارة هنشتغل عليها هي الوحشية، اللي بيتخصص فيها السحرة اللي عندهم جسد القاتل السماوي، وانا دلوقتي لازم احصل على المهارة دي، مهارة تقنية هيجان الدم. طبعا يا جماعة كلمة سر النهاردة هي كلمة هيجان الدم. اكتبها لي في التعليقات لو حابب تطلع معانا الفيديو الجاي. قولوا لي رأيكم يا شباب في طريقة السرد والإلقاء، وكمان رأيكم في الصوت الجديد عشان أنا جبت مايك جديد. قولوا لي حلو ولا لأ. وبس كده نقدر نقول إن حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسلام.